السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الحاجة البيتي يا جماعة مفيش احسن منها، مهما كان طعم الحاجة بره حلو وشكله حلو، بس انتي عاملة حاجة في بيتك بايديكي وضمنها وضمنة المكونات كلها، وعشان تأكلي اولادك حاجة نظيفة وانتي عارفة مصدرها ايه. احنا عملنا مع بعض قبل كده الكاتشب والعيش البرجر، وانا هسيبهولكوا في صندوق الوصف. المرة دي بقى هنعمل البرجر في البيت. تمام. هنجيب كيلو لحمة عليه 250 جرام دهن، معلقتين كبار بقسماط، معلقتين كبار طحينة خام، معلقة كبيرة توم بودرة، معلقة كبيرة بصل بودرة، ملح وفلفل اسمر، بياض بيضة. هنحط بقى المكونات كلها على اللحمة. البرجر يا جماعه ما بيتحطلوش بصل واسمه ايه ده وتوم مفرومين. ليه؟ لانه هيقلب على كفته. البرجر يعني كلها توابل او كلها حاجات سايبه كده، مش بنحط حاجات قطع يعني غير الدهن ده. هنحط المكونات على بعضها ونعجنه بايدينا. عندك كبه مثلا، حاجه شايفاها خشنه شويه، ممكن تاخديه فرمه في الكبه خليني يعني. تمام. الحاجه البيت يا جماعه زي ما قلت لكم انضف واحسن من بره. ما تعودوش ولادكم تاكلوا الحاجه بتاعت بره، يعني مثلا خليها مره في الشهر. الحاجه يعني احنا مش ضامنين هي موجود فيها ايه. مش لازم كل يوم برجر، مش لازم يعني. ممكن تعمليه مره في الشهر عندك، تغيري الكفته، تغيري الحواوشي، تغيري الطواجن اللحمه، الطواجن باللحمه المفرومه. يعني اعملوا الحاجه يعني ما اتعبوا عشان خاطر عيالكم ياكلوا حاجه نظيفه. ما تستسهلوش ان انتوا تشتروا من بره وخلاص. لا يا ولادنا يعني مستحقين ان احنا، يستحقوا ان احنا نتعب عشانهم. والله انا ما بحبش البرجر ده اصلا يعني واعتبرها وجبه مش قد كده، بس عشان خاطر ولادي وهم طالبينه مني لازم ان انا اعمله لهم في البيت، وما اخليش نفسهم في حاجه وما اضرش صحتهم ان انا اجيب لهم الاكل بتاع بره. انا كده خلاص عجنته. هحطه بقى في التلاجة شويه واطلعه تاني. كده خلاص هو قعد في التلاجة حوالي ساعه. فانا هجيب بقى كوره واروح موزناها. انا عملت وزن الواحده 100 جرام. عايزه تقللي عايزه تزودي براحتك. فانا ما كانش عندي حتى مكبس برجر ولا الغطا بتاع البرطمانات ده اساسا. فالجيش قالك اتصرف. فروحت جايبه كوره بايدي هي زي ما هوريها لكم. هوزنها الاول على الميزان. الميزان ده اساسي عندي يعني. هوزنها واروح مكورها على ايدي ومبططاها في قلب الكيس. لان اصلا كمان الاجانب ما بيعملوش بمكبس ولا الكلام ده. هما بيكوروا واي شكل عشوائي يروحوا مبططين، حتى لو كانت من الجناب لسه فيها شروخ وكده يعني. فما بيهمهمش الشكل يعني اصلا. انا حطيتها بين كيسين عشان طبعا لما اجي احطه فوق بعضه ما يلزقش. زي ما قلت لك بقى، عايزه تقللي في الحجم، عايزه تكبري، عايزه تصغري، زي ما انت عايزه. هو عمل معايا حوالي 15 قطعه، كيلو عمل 15 قطعه برجر. هجيب بقى هنبدأ بقى ونعمل السندوتش. هنجيب جريلا ونحط فيها معلقة زبدة كبيرة. العيش بقى بتاع البرجر اللي انا عملته هنعمله بقى نقطعه نصين بس بالمقص، ونحطه بقى ياخد تشويحة كده من الناحيتين. هيبقى تحفة واخد طعم الزبدة ومقرمش معاكي ومش هيميمي كده لما تيجي تحط البرجر والحاجة بتاعت الخضار، عشان لو اتركن ممكن يميمي. تمام. فالتشويحة دي بتديله طعم وشكل جميل. انا هحط بقى عيش البرجر ده على مرتين. المرة التانية هحط برضو قطعة زبدة واحط العيش تاني. بصوا يا جماعة، برجر المصانع ما بيتعملش كده طبعا، عشان ان هم يعملوه كده يعني مش هيكسبوا فيه. فلازم يحطوا نصه فول صويا. يعني كيلو اللحمة المفرومة عليه نص فول صويا وملح وفلفل اسمر وبيكنج باودر وبهارات البرجر. ده برجر المصانع. بس احنا ما بنحبش الفول الصويا. انا بنفسي عن نفسي ما بحبوش عشان خاطر عندي ولاد ما يأثرش على الهرمونات بتاعتهم. عشان الفول الصويا اي نعم هو بروتين نباتي، بس في حاجات تانية بتأثر على هرمون الذكورة عند الولاد. فبلاش يعني نضر ولادنا بيها. كده انا حطيت البرجر بتاعي. حطيت قطعة زبدة وحطيت البرجر على نار عالية ياخد وش من فوق ومن تحت، وبعد كده بهدي النار على الوسط عشان يستوي من جوه وينزل المية بتاعته ما يبقاش ني. هو ما بياخدش يعني ربع ساعة. كنت حاطه البطاطس على طاسة على عين تانية. طبعا البرجر لازم جنبيه بطاطس. هطلع بقى هنبدأ نعمل السندوتش. هنجيب العيش بتاع البرجر ونحط عليه كاتشب من تحت. مش لازم بقى الصوص المانشستر والايلاند صوص والحاجات دي.
او انا بكتفي بالكاتشب كفايه، حلو قوي يعني. من مش لازم يا جماعه، مقشوا نفسكم. انا عملت كده، قطعت خضار حلقات، خيار وطماطم وفلفل، واحط الخيار الحاجه دي الاول، وبعد كده احط البرجر. عايزين تقسموه من النص كده، لو لقيتيه تخين ممكن تقسموه من النص كده البرجرايه وتعملوها في سندوتش كمان. وهنعمل بقى واحد كمان، كان في عيل من عيالي واقف فوق دماغي وعايز واحد من غير خضار، فقلت اما امشي نفسي واخلص وامشي. تمام. هما ما بيحبوش الخضار قوي، بياكلوا الخضار كده في ايديهم، ما بيحبوهوش في السندوتش. شوف. خلاص انا شوفوا هما مبوظين العيش ازاي بصوابعهم. يلا بقى، هو ده اللي لقيته لكم اصوره لكم. فانا حطيته كده خلاص، والكاتشب ده احنا كنا عاملينه في البيت، والبطاطس طبعا. كل حاجه بقى كده بايه في الطبق ديت معموله في البيت، الحمد لله يا رب. إيه، انا كده خلاص خلصت. احلى سندوتش برجر معمول في البيت، احلى كاتشب معمول في البيت، وسيبك من بتاع بره خالص. كان معاكم سارة، ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك، ولو حبيتوا اشتركوا في القناة دوسوا مش اشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.